الزمالك عنده مباراة مهمة يوم السبت اللي جاي قدام غزل المحل، مباراة تلعب في استاد اسماعيلية الجديد. الزمالك عنده غيابات كتيرة الفترة اللي فاتت والفترة اللي جاية. غيابات الزمالك في خط الهجوم: عدي الدباغ عنده إصابة، وناصر منسي عنده إصابة. أعتقد المباراة الأنسب لبداية بقى عمرو نصر. عمرو نصر محتاج ياخد فرصة. المهاجم الأول في الزمالك هو عدي الدباغ. بصراحة خروجه من مباراة الأهلي أثر على الزمالك فنيا بشكل كبير جدا، خصوصا إن الباشا اللي عندنا نزل ناصر منسي اللي باين ان هو مش موجود وفي حاله فنيه صعبه جدا. فكان لازم تبدا بعمر ناصر من بدري. لما نزل في الدقيقتين وبدات تهاجم، جاب كره في العارضه ولعب كره، بيعمل نوش، هيقدر يلعب زي ما قلت قبل كده. ده ممكن يبقى باسم مرسي جديد في الزمالك. فاعتقد عمرو ناصر هيفرق كتير جدا مع الزمالك. ممكن المباراه دي نلاقي في ظل غياب ناصر منسي وغياب عدي الدباغ، ممكن كمان نلاقي يعود سيف الجزيري مره اخرى لقائمه الزمالك. قد يظهر في قائمه الزمالك في ظل وجود الراجل اللي احنا مش عارفين قاعد في الزمالك ليه لحد دلوقتي. فعمرو ناصر بنسبه كبيره او بنسبه تفوق ال 99% ان شاء الله، ربنا يبعد عنه الاصابات ان شاء الله، هيظهر كمهاجم اساسي لنادي الزمالك في مباراه المحله. اللي انا بقول لكم بعيد كلامي الاولاني، ماتش مهم جدا، لازم تكسب ولازم تضغط ولازم تكمل ولازم تفضل تمشي بشكل جيد. خبر كويس، اللعيبه خدت جزء من مستحقاتها النهارده، خلي الامور تهدى والدنيا تمشي بشكل جيد. نتمنى التوفيق للزمالك والامور والاستقرار يعود للزمالك مره تانية باذن الله، يا رب باذن الله.